لحد 30/6 بنبلش نبيع معنا الاخ راسل ناطور من وزاره الاقتصاد مشكور، بقول لحد 30/6. بس انا بطلع اللي اجوا قدموا طلبات لايش قدموا؟ يعني امنيتي انا بتمنى انه في نهايه المطاف تيجي مجموعه، يجي شخص يقول انا بدي ابني مصنع اللي بشكل مئات من شبابنا ومن بناتنا. هذا لا بيقللش من اهميه رجال الاعمال اليوم واصحاب المصالح اللي بيستثمروا وبوفروا فرص عمل لبناتنا ولشبابنا. بس من جهه ثانيه اجى الوقت يفكر تفكير اكبر. اليوم لما احنا نتوجه على وزاره الاقتصاد اللي كانت في الماضي ما يسمى وزاره التجاره والصناعه تمام بدليل، كانوا يقولوا لنا وين المبادرين؟ وين رجال الاعمال؟ تعالوا احنا بندعم. فيا الموجودين هم تعالوا نستقبل. انا بقول لكم تعالوا ننزل من هذا البرج العالي ونفكر بشكل جدي كيف بدنا نصير كريات جاد او بدنا نصير يقنعوا. بدناش نضل طبيعي نعتز احنا في عربتنا، في هويتنا، في قوميتنا، في قرانا ومدننا العربيه، بس اجى الوقت نغير فازه. بدنا نصير احنا يقنعوا، بدنا نصير كريات جاد، بدنا نوفر فرص عمل. يعني انا بقول لكم قبل يومين كنا قاعدين مع وزير الامن الداخلي في مدعين، قلنا له يعني انا لما بلشت حكيت معاه كل واحد هتسيله الوضع اللي وصل له المجتمع العربي، بقول ان هتسيله، يعني انا بلشت كلمتي بهتسيله. بالاخر وزير الامن الداخلي يعني عاجز. بعد يوم اخذنا الجواب، قتل في حيفا، قتل في مجد كروم. وشو السبب؟ الفقر، البطاله. وبقول في مثل عربي بقول لك اذا الفقر بفوت من الباب، الحب بيطلع من الشباك. بالعكس احنا بدنا نحافظ على بيوتنا، بدنا نحافظ على شبابنا، بدنا نحافظ على مؤسساتنا عشان نحافظ على كل هذا الشيء ونمنع الفقر والبطاله والعنف والتجاره بالسلاح الغير مرخص. الضمان الوحيد والوسيله التامين الوحيده هو اقتصاد قوي. والسر انه الشيء مبني عليه. اخواتي انا بعرف الوضع الاقتصادي سيء، معنا اختنا المشير، معنا الاخ ابو الصبحي والاخ انس مدراء، الاخ خالد حيادري مدراء البنوكي. انا بعرف اللي بيعرفوا اكثر قديش رجال الاعمال واصحاب المصالح بيعانوا. بس شو الحل؟ لازم يكون حل. الحل كل واحد مننا مسؤول، كل واحد في على كتافه مسؤوليه كيف بدنا نجد هذا الحل ونحل هاي المشكله. واذا غير شكل كلياتنا بندفع الثمن. فيش واحد مننا بدوش يدفع الثمن، كل واحد بده يدفع الثمن. عشان هيك انا بقول لكم لو يعني انا امنيتي اليوم من ال 108 دنمات اللي ان شاء الله بشهر 6 بنبلش نسوقهم لاهلنا ولاخوتنا في سخنين، يجي واحد يقول انا بدي 20 دولار، بدي افتح انا مصنع لهايتك، لمصنع كبير واشغل مئات. حطوا وزاره الاقتصاد امام تحدي كبير، حطونا قدام حرشوهم. هذا نحرجهم نستغلهم. بس تعال نفكر بكبير باكبر، لانه احنا الحمد لله عندنا العقول وعندنا الامكانيات ومش ناقصنا ولا اي شيء، ناقصنا بس المبادره، ناقصنا عامل الخوف اللي في داخل كل واحد منا نحطه على جانب ونقول بدنا ننجح. تعال نآمن انه بقاموسنا احنا كمجتمع عربي في هاي البلاد فيش فشل. حط قدام عينك النجاح وامشي. في المجتمع اليهودي ابن 70 تقول له شو بيشتغل؟ بقول لك انا والله عندي مصنع، او كل يوم الصبح مع انه باخذ معاشه كل 10 شهر كل 5 شهر بعرفش قديش، بس رغم هيك بقوم بروح يشتغل. احنا بجيل ال 50 بنقول بدنا نروح على مكتب العمل، او الحمد لله والله اعطوني اليوم كنت انا في لجنه واعطوني 100% نخوت، اسمحوا لي على التعبير. هذا الحل، هذا هو مجتمعنا. فاخوان انا بدي كل واحد مننا مطالب انه التغيير يبلش منه، من بيته. قديش بيقدر يأثر لانه مهم جدا في نهايه المطاف احنا نكون اقوياء. واذا احنا اقوياء ماديا واقتصاديا نكون اقوياء من الناحيه الاجتماعيه ونحط حد لهي الظواهر السلبيه في